يعني أنا أذكر مرة كنا في ميقات الطائف، فالكلام قديم يعني يمكن من 10 سنوات تقريبا. فلما لبست الإحرام وخرجت وقاعد أركب الأغراض في السيارة وأنتظر الأولاد يخلصوا، الذي بجانبي مع السيارة جيب، فالرجل يركب أغراضه ومحرم، والسيجارة في فمه وهو قاعد يركب الأغراض ومحرم. فالتفت عليه قلت له الله يمسيك بالخير. فالسيجارة في فمه قال هلا حياك الله، حتى ما طلعها، حطها كذا على جنب وقال هلا حياك الله. قلت له الله يقبل منا ومنك. قال آمين. فقلت عسى الله يفكك من هالدخان، أنت محرم ليتك والله تطفي هالدخان. قال لي كلتبن ما هو بشغلك. شفت قوة العبارة؟ أنا أول مرة واحد يقول لي كلتبن. أنا متعود أحبك في الله وجزاك الله خير قعدت أنظف أذني وأكيد قال هالكلمة ولا ما قالها. ما هو بشغلك. طيب ماذا تفعل؟ تبدأ تنتقم لنا. طبعا حقيقة ارتفع ضغطي، طبيعي احنا بشر يا أخي، احنا بشر وطبيعي ان يحصل لك مثل هذا. فارتفع ضغطي وسكت، قلت جزاك الله خير، لكني أكدت أنفجر وركبت السيارة ولا عرفت ألبي من شدة ما في القلب. لكن انتبه، لا تقلب المسألة إلى انتقام شخصي، لا تلتفت إليه وتقول الشرها على اللي يتكلم معك، أنت أصلا إنسان غير مؤدب وهذا رد ترده علي. إذا قلت الكلام هذا صار حظ نفس ليس حظا لك. أذكر مرة أخرى كنت أسوق السيارة وراكب معي الشيخ طلال الدوسري، فوقفنا عند إشارة، وقف جنبنا شاب مشغل موسيقى بصوت عالي. التفت علي أبو فالح الشيخ طلال قال معك شريط؟ قلت هذا شريط، خذ تعطيه يا جزاك الله خير. فالتفت الشيخ طلال والسلام عليكم، ابتسم، فتح الدريشة هذاك نظر إليه حتى ما رد السلام. فقال له الشيخ طلال من باب يعني الدعوة، قال له تدل طريق الجنة، تدل طريق الجنة. الأصل ذاك يقول له الله يجزاك خير علمني ولا كلمة حلوة، وهو يرى شريط معه يعني واضح الشريط يعني بصور جنبه أكيد إني بعطيك إياه. فقال له تدل طريق الجنة، ليتك تسكت بس، وسك الدريشة. التفت علي أبو فالح قال شلون خلصت؟ قلت خلصت. الرجل ما قبل، ولعت الإشارة ومشى.